أول شيء أنا أفتخر إني صهيوني، وصهيوني حتى النخاع أشرف من الفارسي. هذا واحد. حذاء الفارسي شرفك وشرف بني صهيون. أنت تحتاج أنت تتطهر قبل أن تذكر آل سعود. قضية القدس انتهى موضوعها واعترف الجميع، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر سيعترف الجميع في القدس عاصمة لإسرائيل وانتهى موضوعها. بالنسبة للمسجد الأقصى بعون الله تعالى راح يكون تحت الإدارة السعودية، سوف ينضم إلى الحرمين الشريفين، وهذا سوف يحدث في المستقبل شاء من شاء وأبى من أبى. بالنسبة للفلسطينيين راح يكون وطنهم البديل الأردن، أو يقبلون المواطنة الإسرائيلية. يعني أيهما أولا، حل القضية الفلسطينية ثم التطبيع أم العكس؟ الأفضل هو بناء علاقات مع إسرائيل واندماجها مع المجتمع العربي. وبالتالي إسرائيل ماذا فعلت من 70 سنة؟ يا أخي لم تفعل شيء بأي شيء يضر بالأمة العربية، بالعكس. يعني قضية فلسطين يجب أن تحل إما بالوطن البديل الأردن، أو كمواطن يبقون مواطنين إسرائيل.